النهارده هنعمل مع بعض حلا سهل واقتصادي طعمه بجد في منتهى الجمال ويرطب على قلبكم كده في الحر ده. بيتعمل دايما في الافراح والمناسبات السعيده ومش هياخد منك اكتر من 3 دقايق في تحضيره. اول حاجه عندي كده باكو من جيلي الفراوله او اي نوع جيلي متوفر عندك. هبتدي افضيه في كاسرولة فاضيه. لو ما عندكيش جيلي خالص فتابعي هقولك ازاي ممكن تعملي تحليه سهله وبسيطه برده بالمتوفر عندك. فضيت كده كيس الجيلي في قلب الكسرولة. طبعا عبوة الجيلي بيكون مكتوب عليها مقدار المية اللي هتضيفيه، فكل باكو جيلي شبه اللي انا بفضيه ده بياخد كوباية كده من المية المغلية وكوباية من المية الباردة. اول حاجة هنضيف كوباية من المية المغلية ودي عيارها 250 مللي اللي هي بعيار كوباية الشاي. هبتدي افضيها بالشكل اللي شايفينه ده واقلبها وادوب الجيلي كويس جدا. بعدين انا ضفت نص كوبايه بس من الميه البارده لاني محتاجاه يتماسك بسرعه. بعد كده هنفضيه في حاجه ليها بوز، وحضرت كوبايات كنت ناويه اوزع الجيلي يعني على كل كوبايه كده شويه صغيرين بس لان هعمل طبقات، وبعدين اكتفيت ب3 بس في الاخر. فده كان شكل الجيلي بعد ما فضيته. هدخله التلاجة ساعتين ونرجع لكم. بعد مرور ساعتين كان الجيلي تماسك شويه. هنبتدي بقى نجهز الطبقه الثانيه. في كاسرولة فاضيه عندي نزلت بمعلقه كبيره من النشا ومعلقه كبيره من كاسترد الفانيليا. هنضيف كمان معلقتين كبار من السكر او السكر طبعا حسب الرغبه، وهضيف معلقه كبيره من قشطه وش اللبن. لو متوفره عندك ضيفيها، مفيش خلاص تقدري تستغني عنها. هننزل كمان بكوبايتين كده من الحليب وهنبتدي ندوب كل ده على البارد. طبعا لو ما عندكيش كاسترد وعندك نشا بس تقدري تضيفي معلقتين من النشا. طيب عندي كاسترد ضيفي معلقتين من الكاسترد، يعني المتوفر عندك. عايز تعملي ميكس زي ما انا عملت برضو تقدري، بيكون طعمه في منتهى الجمال. رفعته على نار متوسطه مع التقليب المستمر زي ما انت شايفه كده لحد لما قوامه يتقل ويمسك معاكي بالشكل اللي هوريهولك دلوقتي. التقليب المستمر مهم جدا علشان ما يكتلش معاكي وعلشان كمان ما يتحرقش ونستفاد من كل كميه النشا اللي احنا عاملينها. اول ما تلاقيه بدأ يعمل فقاعات كده من الجنب يعني هو خلاص داخل في سوا، فهبتدي اضرب فيه كويس جدا زي ما انت شايفه كده لحد لما يتقل معايا. وهنا كان خلاص الكاسترد استوى وهو ده القوام المطلوب. قبل ما ارفعه من على النار هنزل بمعلقه كده صغيره من الفانيليا السايله، بتدي نكهه جميله جدا جدا. هنبتدي بقى نرفعه من على النار وهو سخن، لازم يتفضى في الكاسات علشان ما يمسكش معايا. طيب علشان الجيلي ما يسحش هنعمل طبقه عازله كده من جوز الهند المبشور ده او اللي هو الناعم او الخشن المتوفر عندك. ولو ما عندكيش جوز هند ممكن طبقه كده من البسكوت بعد ما تفتتيه. طب لو ما عنديش ده وده مفيش مشكله، هنفضي الكاسترد وهو سخن برده وهندخله التلاجة. طبعا الجيلي هيسيح وكله هيتغلغل في بعضه، هيكون شكله برده النهائي هيكون جميل وطعمه هيكون برده في منتهى الجمال. يعني مفيش مشكله، المتوفر عندك تقدري تعمليه. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو لو ما عندكيش جيلي خالص تقدري تعملي طبقه الكاسترد دي بس وتدخليها كده تحطيها في كاسات او في كوبايات وتدخليها التلاجة. بجد بيكون طعمها خطير جدا جدا بعد ما تسقع وفي منتهى الجمال، وبكده تكوني عملتي حاجه حلوه اقتصاديه من المتوفر عندك في بيتك. انا هنا بفضي كده كميه الكاسترد في الكوبايات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعدين هندخلها التلاجة بقى لحد لما تتماسك. لو عندك كريز ولا اي حاجه وحابه تزينيه فزينيه من دلوقتي من وطبقه الكاسترد دي لسه سخنه علشان يمسك فيها ويكون شكلها النهائي حلو كده من فوق لو هتقدمي لي ضيوفك او لحاجه. او ممكن كمان تجيبي كده قطع من الشوكولاته او بسكوت الهوهوز او اي حاجه تزيني بيها بالشكل اللي شايفاه ده. المتوفر عندك تقدري تعملي، وما عندكيش حاجه خالص مفيش مشكله برضو. هندخلهم التلاجة ساعتين كمان يتماسكوا او لحد لما القوام بتاعهم يتقل وبعدين نطلعهم. شايفين ما شاء الله ميكس رهيب جدا جدا وطعمه بجد في منتهى الجمال. عملناه بدون تكلفه بالمتوفر في البيت عملناه وما خدش مننا وقت خالص. يا رب الفيديو يعجبكم. لو عجبكم فحطوا له لايك علشان يترفع وغيركم يستفاد منه. ولو لسه بتشوفوني لاول مره فانزلوا حالا اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس على الكل علشان تقدروا تشوفوا كل الافكار والوصفات اللي بنزلها. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. مع السلامه.